السلام عليكم، اهلا بكل متابعين القناه. في الفيديو اللي فات عملنا فيه فيونكه كبيره زي دي كده الحجم ده. الفيديو ده ان شاء الله هنعمل فيه الحجم الاصغر اللي هو الوسط. ممكن طبعا نستخدمها لحاجات كتير زي ما قلنا للتزيين، التوك وغيره. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. هنستخدم مع بعض ابره رقم 2 ألمونيوم. بس انا هشتغل بابره ستانلس رفيعه شويه، برتاح فيها اكتر من الألمونيوم في الشغل. تمام. هبدأ اعمل القطعة الصغيرة، هتكون معايا غرز بداية بتاعتي 11 غرزة. خلاص. بعمل غرزة البداية بالشكل ده. هاجي في الغرزة اللي هي دي هسيبها، وهاجي في اللي بعدها وهشتغل منزلقة، بعدي فيها كده وبسحب خيط وبطلع من الغرزة اللي قبلها. تمام. بعد كده هعمل نص عمود، باخد لفة وبدخل في الغرزة اللي بعدها، بسحب خيط وبطلع من الثلاث غرز دول مع بعض بالشكل ده. بعد كده هشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود، باخد لفة بدخل بالشكل ده، بسحب خيط وبطلع من حلقتين وبعدين بطلع من حلقتين. بعد كده بنعمل نص عمود في الغرزة اللي بعدها، باخد لفة هدخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي دي، بدخل بسحب خيط وبطلع من التلات غرز مع بعض بالشكل ده. بعد كده هعمل غرزة منزلقة في الغرزة اللي جاية، بدخل كده بسحب خيط وبطلع من الغرزة اللي قبلها، هكرر تاني في الغرزة اللي بعدها، بدخل بسحب خيط بشتغل منزلقة. بعد كده هعمل نص عمود في الغرزة اللي جاية، بسحب خيط على الإبرة، بدخل بسحب خيط تاني، معايا 3 حلقات بطلع منهم، هاخد لفة على الإبرة، هشتغل غرزة عمود في الغرزة اللي بعدها، بدخل اسحب خيط، معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين بالشكل ده، بعدين لفة تانية واطلع من حلقتين بالشكل ده. بعد كده هشتغل غرزة نص عمود في الغرزة اللي بعدها، لفة بدخل بسحب خيط، معايا 3 حلقات على الإبرة، بطلع من التلاتة مع بعض. بعد كده الغرزة الأخيرة بشتغلها غرزة منزلقة. تمام. بدخل كده هشتغل منزلقة، هسحب الغرزة وهطلع من الغرزة اللي قبلها. بعد كده هكرر، خلاص ده الفيصل، هعمل سلسلة الأول، هكرر النص ده زي ما عملت هنا بالظبط. بعمل ايه قدام كل غرزة بشتغل زيها، يعني انا دلوقتي هرجع هنا قصاد الغرزة دي، هشتغل قصاد منها برضو غرزة منزلقة. شايفين الحلقات دي اللي هي فوق بعض كده، اللي هي بتبقى بالشكل ده اهي دي. تمام. هي دي اللي هشتغل فيها. هبدأ هنا اعيد تاني منزلقة، نص عمود في اللوب اللي جاي، بعدين عمود في اللوب اللي بعده، بعدين نص عمود، بعدين هشتغل 2 منزلقة في الغرزتين اللي جايين. اول واحدة اشتغل فيها منزلقة، الغرزة التانية اشتغل فيها برضو منزلقة، وهرجع اعيد تاني، هشتغل الغرزة اللي بعدها نص عمود، والغرزة اللي بعدها عمود،
والغرزة اللي بعدها نص عمود ومنزلقة. يبقى كده اهو الاتنين منزلقة والنص عمود. بعد كده عمود، بعد كده نص عمود، وفي الغرزة الأخيرة بعمل غرزة منزلقة، وباجي هنا في الزاوية برضو بعمل غرزة منزلقة تانية. بعد كده سلسلة. بعد كده بقص الخيط. لو هتستخدمي ابرة مقاسها اكبر هيطلع معاكي الفيونكة اكبر، تمام. لو انت عايزة يعني ان هي تعمليها بنفس عدد الغرز ده، نكبر الابرة هتكبر، الشغل معانا هيكبر. دلوقتي هنعمل الجزء التاني بتاع الفيونكة اللي هو الكبير. كمان مرة بداية الخيط اهي كده، هعمل 23 سلسلة. هنيجي برضو في الغرزة التانية وهنعمل فيها منزلقة، بس شايفين دي حرف الفي ده هنسيبه، ده هندخل في اللي بعده. خلاص هندخل في اللي بعده، اشتغل منزلقة، بعد كده نص عمود في الغرزة اللي بعدها، لفة على الإبرة في اللوب اللي وراه. هسحب خيط، هيبقى معايا 3 حلقات، تمام. هطلع من التلاتة، بعد كده هعمل 7 عواميد بلفة. هاخد لفة على الإبرة، هاجي هنا هدخل اسحب خيط، معايا 3 حلقات، هطلع من حلقتين، بعدين من حلقتين، كمان مرة لفة العمود الغرزة اللي بعدها، هدخل اسحب خيط، هطلع معايا 3 حلقات على الابرة، هطلع من حلقتين، بعدين من حلقتين. ده كده العمود التاني. هكمل 5 عواميد كمان وارجع لكم. بعد كده هشتغل، بعد ما اخلص ال7 عواميد هشتغل كمان مرة نص عمود في الغرزة اللي بعدها، بدخل اسحب خيط وبطلع من ال3 حلقات مع بعض. بعد كده هشتغل منزلقة في السلسلة اللي جاية، الغرزة اللي جاية بدخل اسحب خيط وبطلع من الغرزة اللي على من الحلقة اللي على الابرة. تاني الغرزة اللي بعدها بدخل اسحب خيط واطلع منه في الحلقة اللي قبلها. هكرر، هشتغل نص عمود باخد لفة، بدخل اسحب خيط واطلع من ال3 حلقات. هشتغل 7 عواميد وارجع لكم. هيتبقى معايا اخر غرزتين بعد 7 عواميد. هشتغل نص عمود ومنزلقة، هدخل هنا معايا لفة على الابرة طبعا، هدخل اسحب خيط وهطلع من ال3 حلقات. الغرزة اللي جاية اشتغل فيها الاخيرة طبعا منزلقة، بدخل اسحب خيط بطلع من الحلقة اللي على الابرة. بعد كده هشتغل سلسلة ارتفاع وهكرر في نفس المكان اللي انا عملت فيه المنزلقة، هدخل اعمل كمان مرة منزلقة وهعيد. هشتغل بقى في الفراغات اللي جاية دي قدام النص عمود نص عمود، وقدام ال7 عواميد هشتغل فوقيهم 7 عمود بلفة. طبعا في حلقات اهي شايفينها، حلقات اللي هي السطر اللي على الحرف ده، دي كلها هي دي اللي هشتغل فيها. هشتغل انا 7 عواميد، طبعا الخيط ده ماشي معايا كده عشان انضفه يكون متداري. بعد كده هشتغل نص عمود
الخيط ده كده خلاص هقصه، خدت ما فيه الكفاية، دريته يعني نص عمود. بعد كده في فوق الاتنين منزلقة هشتغل فوقها منزلقة، ادي الاولى، التانية برضو هدخل اشتغل فيها منزلقة، وهبدأ اكرر نص عمود فوق النص عمود وفوق السبع عمود بشتغل فوق كل واحدة عمود. طريقة مسكة الخيط بالطريقة دي على فكرة يا بنات سهلة. بصوا الخيط بيمشي معايا بسلاسة، ومش بحتاج ان انا اقعد الف على صوابعي كتير يعني. بعد كده الغرزة الأخيرة بشتغلها نص عمود فوق النص عمود. طبعا فكيتها علشان نسيت واشتغلت فوق النص عمود، اشتغلت طبعا اشتغلت مكانها عمود. خلاص يبقى هشتغل هنا فوق العمود النص عمود قصدي، هشتغل فوق منه نص عمود، وهاجي هنا هشتغل في الفراغ الأخير، الفراغ الأخير اهو هشتغل فيها منزلقة، وهنا برضو هشتغل منزلقة فوق هنا. خلاص وهرتفع سلسلة وهسيب مسافة حلوة كده وهقص الخيط. طبعا الخيوط الزايدة اللي كانت ورا هنا، كل اللي انا عملته ان انا جبت الابرة دي عديتها هنا كده في الفراغ في الحلقات هنا من ورا، اهم حاجة ما تكونش باينة من قدام. ماشي، عديتها بالشكل ده كده وحطيت فيها الابرة، رحت سحباها كده وقصيت الزيادة. خلاص وهنسحب ده كده ونقول للابرة شكرا. هنقص دي هنعدي، ده ظهر الشغل اهو، هنعدي بس كده هنا ونسحب الخيط ده هنا. بصوا بنطبقها بالشكل ده، وهبناخد الجزء اللي تحت الصغنن ده وبنحطه تحتها كده. عايزين تدوا لفة الاول هنا مفيش مشكلة، بس انا بفضل بصراحة ان انا الفهم كلهم مع بعض من اول لفة كده واظبط واشد. وبعد كده ممكن نلضمها بالابرة والخيط وننضف، او تشتغلي تنضفيها بابرة الكروشيه على طول. هبدأ اعدي كده واربط كمان مرة، نعمل عقدة كمان
بس، وبداري الخيط كده من تحت اللفات دي من ورا. ده الفرق ما بين الحجم الاكبر والحجم الصغير، او دي الحجم الوسط. طبعا نقدر نعمل اصغر من دي كمان زي كده بالظبط. يعني ممكن نخلي ال7 عواميد اللي احنا اشتغلناهم هنا 6 او 5، هتصغر معايا. هنا مثلا بدل العمود اللي اشتغلناه هنخليهم كلهم نص عمود، او هنخلي بدل النص عمود حشو، وبدل العمود اللي في النص هنعمله نص عمود وبعدين حشو، هيبقى صغنونه برضو عن كده اللي هي بالشكل ده كده.